بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نفارقه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام على بغلة له بيضاء. فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. قال العباس، وكان رجلا صيطا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، زي ما يكون متشوقين، رجعوا بسرعة فقالوا: يا لبيك يا لبيك، فاقتتلوا هم والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. رواه مسلم. الوطيس اللي هو التنور، ومعناه اشتدت الحرب، وقوله حدهم وهو بالحاء المهملة أي بأسهم. هذا الحديث في قصة حنين، وحنين هو اسم مكان غزا به النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا، وكان الصحابة رضي الله عنهم قد فتحوا مكة في رمضان في السنة 8 من الهجرة، ومعهم 10,000 من خارج مكة و2,000 من أهل مكة، فالجميع 12,000. فجعل بعضهم يقول لبعض: لن نغلب اليوم من قلة، احنا كتير، أعجبوا بكثرتهم، ولكن الله تعالى أراهم أن النصر من عند الله، وأن الكثرة والقوة لا تحولان بين قضاء الله وقدره. قابلوا ثقيفا، وكانت ثقيف 3,500 نفر، 3,500، والمسلمون كانوا 12,000 ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فكمنت لهم ثقيف في وادي حنين، ومعلوم أنه إذا كمنوا لهم ثم تقدم بعضهم وتأخر آخرون سوف تحدث الهزيمة. انهزم الصحابة رضي الله عنهم وولوا، ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل، كما قال الله تعالى: ثم وليتم مدبرين. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تعالى الشجاعة العظيمة والإقدام في موضع الإقدام، جعل يركض بغلته نحو العدو، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعلمهم عليه الصلاة والسلام. وأمر العباس رضي الله عنه، وكان رجلا جهوري الصوت، أمره أن ينادي الصحابة ليرجعوا، فجعل ينادي: يا أصحاب السمرة يا أصحاب السمرة يا أصحاب السمرة، فأقبلوا هلموا. والسمرة هي الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه الصحابة عندها في الحديبية، على ألا يفروا، وهم فروا الآن. فقال: يا أصحاب السمرة، يذكرهم بهذه المبايعة، أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفروش. إزاي اليوم يوم حنين يفروا؟
وهذه السامرة شجرة بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة ألا يفروا أبدا، وفيها يقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأخبر الله تعالى أنه رضي عنهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. بشرى عظيمة أنهم لا يدخلون النار، لا قليلا ولا كثيرا. المهم أن العباس دعاهم بهذا: يا أصحاب السمرة. قالوا: لبيك لبيك، وأقبلوا كأنهم البقر على أولادها الصغار، يعني جاءوا مسرعين مشتاقين في قتال العدو. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات رمى بها وجوه القوم وقال: انهزموا ورب محمد. وصار الأمر كذلك، انهزمت ثقيف وغنم منها النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة جدا، يعني ما بين إبل وغنم وأحوال. فالحاصل أن هذا الحديث من آيات الله عز وجل، حديث نصر الله المؤمنين بعدها، يعني بعد أن أراهم قوته، وأن الأمر أمره جل وعلا ليس بالكثرة ولا بالقوة ولا بالعزيمة، ولكن بالنصر من عند الله عز وجل. قال سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، قوة شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله. أما فعله فإنه جعل يركض بالبغلة التي كان يركبها، يعني يتحرك نحو العدو وهو راكب عليها. وأما قوله فإعلانه بصوته الرخيم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومن الفوائد أنه يجب على الإنسان ألا يعجب بقوته ولا بكثرته ولا بعلمه ولا ماله ولا ذكائه ولا عقله، والغالب أن الإنسان إذا أعجبه أو أعجب فإنه يهزم بإذن الله. إن أعجب بكثرته هزم، وإن أعجب بعلمه ضل، وإن أعجب بعقله تاه، وإن أعجب بنفسه وبأي قوة من قواته يعني يضيع ويضل، بل يستعن بالله عز وجل ويفوض الأمر إليه حتى يتم لك المزيد من الله. ومن الفوائد جواز ركوب البغلة، والبغل متولد بين الحمار والفرس، حاجة وسط بين البنين، لا هو صغير ولا هو كبير. ينزو الحمار على الأنثى من الخيل فتلد البغل، يعني ذكر الخيل ذكر الحمار يعني يجامع أنثى الخيل تلد البغل، وهو نجس وحرام لكنه طاهر في ظاهره كالهرة طاهرة، ولكن بولها وعذرتها نجسة. وكذلك البغل فعرقه طاهر ومسه حال ركوبه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه وهو يعرق، وقد يكون المطر ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترز من البغل، فدل ذلك على أنه طاهر، وهو القول الراجح. من الفوائد في الحديث أنه ينبغي للإنسان أن ينادي الناس بما يشجعهم، لأن العباس لم يقل يا أيها المؤمنون ولم يقل يا أيها الصحابة، بل قال يا أصحاب السمرة، يذكرهم بالمبايعة لرسول الله، لأن هذا سيشجعهم ويذكرهم بالبيعة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها والعهد الذي أخذوه على أنفسهم. ومنها أن الله تعالى قد ينصر الفئة القليلة ولو على باطل على الفئة الكثيرة ولو على حق. الفئة القليلة هنا من؟ الكفار، كانوا 3500، والفئة الكثيرة الصحابة رضي الله عنهم كانوا 12,000 وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يستفاد من هذا فائدة أيضا أن العاقبة للمتقين، حتى لو هزم المسلمون بكثرتهم فإن العاقبة والنهاية ستكون لهم، لأن الله تعالى يقول
فاصبر إن العاقبة للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنصورين، وأن يمكن للإسلام والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.